عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر التساؤل عن كيف نجحت الجزائر في إفشال مخططات داعش بإنشاء فرع له في أراضيها. وسوف نستعرض لكم بعضا من هذه الآراء. فقد جاءت في الآراء على موقع تويتر صاحب حساب ديزت MHMD قال: الجيش الجزائري مدرب ومنضبط، وغالبية الشعب الجزائري جنود احتياطيون. أما محمد الكودري قال: إحكام الجيش القبضة الأمنية على الجزائر منذ عام 1990. صاحب حساب دالي قال: الجزائر في آخر 6 أشهر قضت على أكثر من 200 إرهابي مسلح، فالجزائر قوة إقليمية واستخباراتية. هبة علي قالت: لقد فشل داعش في الوصول والتمركز في الجزائر بسبب قدرة الجزائر على تحويل الحدود البرية إلى مناطق عسكرية. أما مشاهدينا على حسابنا في فيسبوك فقد كتب هاشم ديب لوك قال: لأن الجزائر بلد عظيم وشعب واع ومثقف، ولا يضحك عليه بعبارات دينية طنانة يساق بها الجهلاء. تحية تقدير لهذا الشعب العريق. وقال توفيق ري فري: أولا، السياسة الخارجية للجزائر ممتازة، عندها مبدأ عدم تدخل في سياسة داخلية للدول وعدم مشاركة في أي حرب في أي دولة. نزار السامرائي علق: إن الشعب الجزائري مر بعدة تجارب سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وقد عرف أن من يوجد الجماعات المتشددة هي الأنظمة الدكتاتورية لتخويف الشعوب وبقائها متمسكة بالسلطة. قال عربي مهدار: السبب يرجع للقوة العسكرية الجزائرية التي فرضت نفسها في المنطقة بالقوة، إضافة إلى التفاف الشعب حول الجيش ومساندته. صاحب حساب الأخضر بقاش كتب على فيسبوك قال: إن قناعة الشعب الجزائري وفطنته بأن هؤلاء المدعين الإسلام وحاملين رايته مستترين وراءها بغرض القضاء على الإسلام وتشويه صورة المسلمين. أمين بوشونة قال: إن وجدت سلطة وفية لشعبها تريد الخير والازدهار والنمو والتطور، فلا خوف لا من داعش ولا من أي أقوى جيش في العالم.